تأهل على حساب منتخب مالي. إلى متى مش نقعدوا نشاركوا فقط للمشاركة؟ وقتاش باش نحاولوا نبحثوا، أو وقتاش باش نحاولوا نوصلوا على الأقل الأدوار المتقدمة في المسابقات القارية على الأقل؟ ما كان يسعى إليه المنتخب المغربي وصل إليه، لم يقدم مباراة كبيرة لكنه جر المنتخب المالي في النهاية، نجح بالتأهل. اليوم كان حظ جانب المنتخب المغربي. المنتخب المالي غير محظوظ اليوم، أتيحت له فرصتين في السلسلة الأولى وفي السلسلة، دخل في السلسلة الثانية ولكن لم يستغل هذه الفرصة. كان قريب جدا هو للتأهل ولكن لم ينجح في ذلك. كي قارنوا مع المنتخبات العربية المنتخب المغربي يقول لك اليوم العبرة بالنتيجة. أكيد كان منتخب، احنا اللي كان نقولوا نحكيو في امتلاك الكرة وجاونا ركنيات أكثر من المنتخبات الأخرى وجاتنا أكثر من فرصة، لكن في الأخ انت روحت المنتخب المغربي مواصل المنتخب المالي واحنا المنتخب المالي وغيرها. دونك هذا الاشكال وين يعني اليوم صعب انك تقنع الراي العام وقت اللي يقول لك خويا ما الى متى باش نقعدوا احنا. دليل على حجم الخوف اللي حلقوا المغرب، والمغاربه غادي نكملوا الطريق بثقه بلا غرور ولكن باصرار كبير، والمونديال مازال في الحكايه والاحسن باقي جاي ان شاء الله. التاهل ديال المنتخب المغربي الاقل من 17 عام للربع نهائي كاس العالم ماشي غير انجاز عابر، ولكن لحظه تاريخيه خلت بزاف ديال المنابر الاعلاميه في المغرب الكبير تعيش صدمه حقيقيه، وخاصه وسط هذه اللحظه القويه كان رد الفعل اقوى جاي من الاعلام التونسي والجزائري اللي بان عليهم الارتباك وكانهم ما كانوش متوقعين ان المغرب غادي يوصل لهذا المستوى العالمي. من بعد الفوز الصعيب والرجولي قدام مالي بدا الهضره كثيره في القنوات المغاربيه بين اللي مستغرب واللي ما ندهاش واللي ما لقى ما يقول. المنتخب المغربي دخل المقابله بثقه وقوه ولعب بلا خوف، وهذا خلق نوع ديال الضغط النفسي على اللي ما باغيش يشوف المغرب طالع. ملي داز الدقائق وتبين ان المغرب قادر يقسي منتخب قوي بحال مالي، بدا الارتباك في التعليقات ديال بعض الاعلاميين الجزائريين. بعضهم بدا كيحاول يقلل من الانتصار وباقي كيكرر نفس الجمله ديال الحظ، ولكن الواقع واضح قدام الكاميرا. الاداء كان منظم والاهداف كانت مدروسه ولاعبين صغار ولكن الرجوليه لعبوا بها كبيره. الاعلام التونسي هو الاخر بان عليه الغضب، خصوصا ملي بدات المقارنات بين البنيه التحتيه ديال المغرب والباقي. في بعض البرامج التونسيه المقدمين ما قدروا يخفيوا المفاجاه الكبيره اللي دارها المغرب. بعد التعاليق دازت حتى لمرحله القلق، لان النجاح فئه عمريه كيعطي دلاله على مستقبل كروي كبير، وهذا هو اللي خلى رد الفعل يكون قوي. المغرب ماشي غير كيدوز، المغرب كيبني. واللي كنتي كتسمع بان المغرب كيدير مشاريع في الاكاديميات، اليوم كتشوف النتائج قدامك في المونديال. ومنين كيبان مشروع ناجح ضروري غادي يولي نموذج كيربك الجيران. ولهذا الصدمه الاعلاميه ماشي غير على المقابله ولكن على المسار كامل. الجزائر اللي كانت ديما كتقدم راسها كمنافس دائم للمغرب لقات راسها اليوم كتشاهد جيل مغربي واعد كيكتب التاريخ. وبزاف ديال القنوات الجزائريه بان عليهم الانفجار في التعليقات وكأن التأهل ديال المغرب شي حاجه ما كانوش باغيين نسمعوها. بعضهم بدا كيهضر على الحظ واخرون على اخطاء الخصم، ولكن ما قدر حتى واحد ينكر القوه المغربيه. وتونس من جهتها بقات كطرح تساؤلات على شنو واقع في الكره المغربيه، علاش المغرب قادر يطور جيل قوي وكيفاش قدر يوصل لهذا المستوى العالي في الفئات السنيه. هذه الاسئله هي اللي كتجرهم الانفعال في الاعلام، لان ملي كتشوف زعرك كيتقدم وانت باقي كتقلب على حلول طبيعي غادي تحس بالضغط. المغرب اليوم ولا عنده منظومه كرويه متماسكه والثمار بداو كيبانوا، واللي كان كيقول نجحوا بالصدفه ولا اليوم كيبحث على تفسيرات. المنتخب المغربي يو 17 ولا عنوان ديال مشروع طويل المدى، واللي كانوا بعد الدنيا كيزعموا يتجاهلوه دابا كيشوفوا قدامهم في المونديال. وهنا كيجي سبب الانهيار النفسي لبعض الاعلاميين، لان الامر ماشي غير على فوز ولكن على مسار كيخوف المنافسين. المغرب دار انجاز تاريخي ورسم خط واضح، المستقبل غادي يكون مغربي، وهذا كيخلي الاعلام اللي عنده حساسيه من النجاحات المغربيه يفقد الاعصاب. بعض القنوات الجزائريه وصلت لدرجه السخريه باش تغطي على الصدمه، ولكن الجمهور شاهد الحقيقه كامله. المغرب دار ماتش كبير وماشي اول مره كيبان، سبق وبان في فئات اخرى. وفي المنتخب الاول اللي خاص يتفهم هو ان المغرب ما بقاش كيلعب بمنطق الحظ، اليوم كيلعب بمنطق العمل والاستثمار، وهذا الشيء كيربك اللي ما متابعش التطور اللي واقع. في الاعلام التونسي المعلقين بداو كيقولوا ان المغرب سبق المنطقه بخطوات كبيره، وهذا اعتراف مهم ولكن جا بعد صدمه ثقيله من بعد الفوز. المغرب اليوم ماشي غير حاضر في القاره ولكن في المونديال وبقوه. الفوز على مالي عطى الصوره كبيره على الصلابه ديال المنتخب، واللي تابع المقابله شاف الروح العاليه عند اللاعبين. ومع كل هدف كانت كترتفع الحساسيه الاعلاميه في بعض البلدان
لأن الفوز فيه رسالة مؤلمة للمنافسين. المغرب ماشي جاي يتفرج، جاي ينافس، وهنا كيبان الفرق بين اللي كيخدم وبين اللي غير كينتقد. تونس والجزائر عندهم طاقات، ولكن الفارق في طريقة التعامل مع المواهب. المغرب استثمر، جمع المواهب، عطاهم التكوين المناسب، وهذا هو اللي وصلنا للربع نهائي. ولهذا الصدمة الإعلامية كانت طبيعي بالنسبة اللي ما متوقعش هذه النتائج، لأن ملي كتجيهم ضربة قوية وهما مهيئينش كيولي رد الفعل عصبي، وهذا اللي بان بوضوح في فيديوهات وتعليقات كثيرة. المغرب اليوم بدا كيصنع مسار جديد في الكرة العالمية، والمنافسين بداو كيحسوا بالخطر الكروي، ولكن حنا المغاربة عارفين أن هذا النجاح ما جا من فراغ، جا من تكوين، عمل، تضحيات واستراتيجية واضحة. واللي كيزيد يغيظ البعض هو أن المستقبل غادي يكون أحسن، لأن الجيل اللي فاز على مالي مازال صغير وباقي غادي يعطي الكثير، والإنجاز ديال اليوم هو غير بداية ديال مسار طويل. أما الصدمات الإعلامية فهي مجرد دليل على حجم الخوف اللي حلقوا المغرب، والمغاربة غادي نكملوا الطريق بثقة بلا غرور ولكن بإصرار كبير، والمونديال مازال في الحكاية، والأحسن باقي جاي إن شاء الله.